السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شحال من واحد منكم عنده مشكل مع الضمان الاجتماعي، سواء كنتي أجيرة ولا أجيرة، عامل ولا عاملة، عندك أمو تضامن أو لا أمو الشامل، أو لا عندك مديكلاري في السينيسيس خدام شركة، أو لا كنتي متقاعد أو لا عاملة منزلية ولا عامل منزلي. يعني خص تكون منخرط في الضمان الاجتماعي، يكون عندك الرقم تاع الضمان الاجتماعي. الا كنتي من هذه الفئه هذه، راه يمكن ليك دير هاد الطريقه هذه باش داك المشكل اللي عندك ما تفكش لك. واخا درتي الشكايه، راه ان شاء الله الرحمن الرحيم غيتفلك بهاد الطريقه هذه. ولكن باش دير هاد الطريقه هذه ولا بدا واجب يتوفروا فيك شي شروط اللي غادي نوريهم لك ان شاء الله الرحمن الرحيم في اخر ديال هاد الفيديو هذا. اذا بغيتي تعرف الشروط ديال هاد الطريقه هذه اللي غديرها، واللي مكلف بها هي المديريه المصالحه اللي كاينه في الضمان الاجتماعي، مديريه المصالحه. الا بدير هاد الطريقه هذه راه ولا بدا على شي شروط يتوفروا فيك اللي غنقول لك انا في الاخر ديال الفيديو. طريقه المصالحه اذا هي واحد الاليه كيديرها الضمان الاجتماعي باش يحل المشاكل اللي عند المؤمنين، يا مشكل كاين يا ولا غادي يكون. وكتعطيكم هاد طريقه المصالحه. هاد المصالحه هادي كتعطيكم بزاف، كترشدكم وكتفيدكم وكتوريكم الطريق باش تعالجوا المشكله ديالكم. اذا هاد الاليه هادي راه كتسهل عليكم المأموريه باش تحلوا المشكل ديالكم اللي ما تحل مهما درتوا الشكايات. هي راه دايره بحال واحد اللجنه كتحاور معكم، كتفك لكم المشكل ديالكم الا كنتوا على صواب. والحاجه الزوينه في هذه الطريقه هذه هي انها راه كتعالج المشاكل، كتعالج الملفات بسرعه وكتعالجهم بعداله وانصاف. يعني كتعطيك الحق ديالك، اللي عندك شي حق تعطيه لك. وزياده على هذا انها راه مجانيه فابور، ماشي بحال ديال المحاكم تخلص المصاريف القضائيه وكذا وكذا. هذه راه ديال فابور ماشي، وهي فيها استعجال، ما كتفوتش تقريبا شهر كتعالج لك المشكل ديالك. وكي قلت في الاول ديال الفيديو راه المستفيدين راه باينين. خص تكون منخرط في الضمان الاجتماعي، كنتي خدام مثلا في شي شركه، ما كنتيش خدام يعني كنت اجير، انت عامل غير اجير، او لا عندك امو تضامن ديال فابور. المهم تكون منخرط في الضمان الاجتماعي. واخا تكون متقاعد راه عندك، اذا كنت انت عندك هذا الحق في الطريقه هذه. حتى المتقاعدين كلشي اللي عنده رقم في الضمان الاجتماعي راه يسري ليه هذه الطريقه هذه بدون استثناء. الحالات اللي تعطيك الحق باش تلتجئ الى هذه الطريقه هذه، طريقه المصالحه، هي انه خص تكون هو انه انت ما راضيش على داك الجواب. مثلا درتي شكايه وما راضيش على داك الجواب اللي جاوبوك عليها في الشكايه، او لا الطعن، داك درتي واحد الطعن مثلا حتى هما جاوبوك وما انت ما قبلتيش داك الطعن، داك الجواب اللي جاوبوك في الطعن، او لا ما جاوبوك كاع، درتي شكايه وكتسنى ما جاك لا جواب ما والو. يعني هنا عندك الحق دير هاد الطريقه هذه، طريقه المصالحه. يعني واش فهمتوا؟ درتي شكايه، راه شحال من واحد دار شكايه مسكين ما جاوبوش عليه، ولا جاوبوا عليه بشي جواب ماشي هو هذاك، اغلبيه ما كيجاوبوش عليهم. يعني عندك الحق دير هاد الطريقه هذه. راه اغلبيه الناس كنعرفوهم ما كيجاوبوهمش. يعني هاد الطريقه هذه راه غادي تمشي تحضر معاهم وراه كيجاوبوا. الشروط ديال القبول ديال هاد طريقه المصالحه: اولا خص تكون هاد الطلب هذا يكون مقدم من طرف المؤمنين. يعني دوك الناس اللي ذكرنا في الاول اللي عنده امو تضامن، المهم يكون عندك الرقم، تكون مسجل في الضمان الاجتماعي. يعني عندك الرقم تاع الضمان الاجتماعي. حتى المتوفى راه داو الحقوق تاعو، راه حتى هما عندهم الحق يديروا هاد القضيه هادي. الورثه تاع شي واحد توفى راه عند حق ولادو ولا اللي عندهم الحق، المهم حتى هما يديروا هاد الحق هذا.
وهذا الطلب المصالحة كذلك كيخص الناس اللي داروا شكاية وما جاوبوش عليهم، اولا الناس اللي داروا شكاية وجاوبوا عليهم وما مقتنعينش، ولا شي واحد جاوبوه وطعنف داك الجواب حيت ما قنعوش، هما اللي عندهم الحق يديروا طلب المصالحة، يعني ديجا داروا واحد الخطوات وما جاب الله والو فيهم. كذلك يخص يكون واحد الاجل تاع شهر باللي انت درتي مثلا شكايه وما كاين جواب، شهر وما جاوبوك، خص يكون شهر الاجل، ولا جاوبوك وطعنتي في داك الجواب حتى هو خص تسنى شهر، عاد تما عندك الحق دير طلب المصالحه. ويخص الطلب ما يكونش متعلق بشي قضيه ديجا درتيها في المحكمه، الا درتي شي قضيه في المحكمه وعاود درتي عندهم طلب ما غاش تقبل لك الطلب ديالك. كذلك ما تفوتش سنه من تاريخ جاك اول جواب، مثلا درتي شكايه وجاوبوك من داك التاريخ ما تفوتش عليه عام، عندك عام ديال الاجل، درتي شكايه وجاوبوك مثلا داك ما تفوتش عام من داك التاريخ فاش جاوب اخر جواب عندهم، ولا طعنتي اخر طعن جاوبوك عليه ما تفوتش عام. واللي ما عندوش هاد الشروط هادو راه ما غاش تقبل ليه طلب المصالحه مهما درتي، وراه هما واخا دفعتي الطلب هما راه غادي يجاوبوك بواحد الاشعار يقول لك اودي الطلب ديالك راه ما مقبول، ويقول لك علاش، هما غادي يجاوبوك يقول لك اودي علاش يفسر لك علاش درتي طلب، راه المعالجه ديالو كتم في اجل شهران، في اجل شهر واحد. زعما انا قلت لكم على هاد الطريقه هادي راه مستعجله. استثنائيا يمتد هذا الاجل مده اخرى الا كان شي تعقيدات، مثلا داك الطلب ديالك فيه شي تعقيدات خصهم شويه ديال الوقت، احتياطيا كيزيدوا واحد المده واحده اخرى. الوثائق اللي غادي يخصوك هو واحد المطبوع غادي تمشي تجيبو من الضمان الاجتماعي، الرقم ديال المرجع ديالو هو 901 101. غادي تعمر هذا المطبوع هذا، الا ما عرفتي تعمرو راه غتلقى فيه شويه الصعوبات، اللي ما عرفش يعمر المطبوع يكتب لي في التعليق وانا غادي نوريه كيفاش كيتعمر. وزايدين انا ان شاء الله الرحمن الرحيم درت واحد السلسله ديال كيفيه ملء المطبوعات تاع الضمان الاجتماعي، راه هذا المطبوع هذا غادي نبينو ان شاء الله في واحد السلسله جايه باش نوريكم كيفاش كيتعمر. واللي ما عرفش يعمرو اللي عنده شي مشكل يخلي لنا في التعليق غنوريه هنا كيفاش كيتعمر. غتعمرو هذا المطبوع وترفقوا معاه الاثباتات ديالكم، مثلا ها الشكايه اللي دارت باش جاوبتوني، ها مثلا راه الطبيب مثلا راه الطلب ديال الدواء ديالو قالوا لي راه خاصك الكاشي، راه درت الكاشي. المهم داك الاوراق اللي خاصينك تما الاثبات اللي عندك داك المشكل اللي عندك، تعطيهم الحجه تاع داك المشكل بلي انت درتي هذه، ولكن الدوسي ديالي مثلا فيه ما قنعنيش انا داك الجواب تاعكم. نتمنى تعجبكم هذه المعلومه هذه، بارطاجيو الفيديو وشاركوا في القناه لتعم الفائده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.